السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير ومساء الخير لو بتشوفوني في المساء على أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل غدا بتاعنا، غدا حلو قوي قوي وغدا جميل بصراحة، ما اخدش مني اي وقت، ودي الأكلة بجد اللي انا بعشقها بحبها جدا جدا. طبعا انا بعملها على كذا طريقة، بس النهاردة هنعملها بطريقة سهلة جدا جدا، ويوم ومشينا بالغدوة السهلة البسيطة بتاعتنا دي، مش مكلفة كتير. تمام. انا كان عندي رز فايض من المحشي، رز المحشي العادي خالص. وبعدين عملت حلتين محشي وفاض، بتبقى معايا شوية رز كده، تعالوا بقى نستغلهم في غدوة جميلة. انا جبت كده كام حبة بطاطس، هنسمي الله طبعا ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب الفيديو ما يكونش طويل عليكم، هحاول اختصره على قد ما اقدر. معايا هنا كام حبة بطاطس، قطعتهم حتت صغيرة خالص كده زي ما حضراتكم شايفين، وشوحتهم في معلقة سمنة كده او معلقة زيت، عشان ايه؟ يكون البطاطسات تستوي معايا، لان الرز تقريبا مستوي. معايا ده رز المحشي كان في التلاجة. تمام كده حبايب قلبي، كل حاجة عليه، التوابل والشبت والكزبرة والملح بتاعه، كل حاجة عليه. تمام. اديته كده تشويحة مع البطاطس زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده كان معايا مية في الكتل، نزلت عليه بالمية المغلية على طول. ما اخدش اي وقت، اول ما بيستوي معاكي وبتشرب المية بتهدى عليه وبتديله تقلبتين عشان ياخد من بعضه، الرز ده بالذات. تمام. وطبعا لو انت بتعمليه رز بس كده احمر، بتبقي تغمقي البصلة ليه شوية، تمام، فبيديك اللون احلى من كده بكتير. تمام يا حبيب قلبي. وفي نفس الوقت هنا نزلت عليه بالمية السخنة زي ما حضراتكم شايفين. انت طبعا بتبقى عارفة معيار المية بتاعك او الرز اللي انت حطاه. انا بحط الرز بتاعي كده ايه بالبركة، وبحط المية كمان بالبركة. فشوفي انت لو بتعايري الرز بتاعك كده تبقى عارفة معيار المية. معايا هنا قلت بقى ايه، نجيب كده بيض ونسلقه جنب الأكلة الجميلة ديت، وطبق سلطة كده ونمشي بيه اليوم. تمام. يلا حبايب قلبي كده، اللي ما حطش لايك يحط لي لايك للفيديو وكومنت حلو، واللي ما اشتركش عندي في القناة طبعا يتشرفني وينورني ويشترك عندي في القناة. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بالفيديوهات بتاعتي. هنا طبعا الرز بتاعي ما شاء الله كنت هديت عليه النار زي ما حضراتكم شايفين كده، كل وقت من كل وقت للتاني كده بتديله تقليبه كده عشان ياخد من بعضه. هنا بقى ايه، كنت بسلق البيض. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. وخلاص بقى يعني غدوة سهلة وبسيطة. جبنا بقى الطماطم بتاعتنا والخضار الحلو الجميل المشكل اللي عندك بقى. بص طبعا انتوا عارفين طبق السلطة ده مش بص اي حاجة ومشي بيها. كان عندي جزر وطماطم وفلفل وشبت وكزبرة من المحشي بردك فايض، ومشيت بيه وعملت طبق السلطة الجميل بتاعنا. يلا حبيب قلبي حطيلي لايك، اللي ما حطتش ليا لايك ما تبخليش عليا باللايك والكومنت الجميل بتاعك. وطبعا حابة أشكر كل حبايب قلبي اللي بيشوفوني ويشاهدولي وبيعلقولي تعليقات جميلة، متحرمش منكم أبدا. غدوة جميلة وسهلة وتمشي بيها يومك. وطبعا أكلات الشتاء الجميلة الدافية، دي من أكلات الشتاء الجميلة الدافية، المحشي والسمك والرز الأحمر والعدس الجميل. ان شاء الله هعمله معاكم، عملته معاكم كتير قبل كده على القناة، هعمله معاكم. كل أكلة وكل بيت وليه طريقته في الأكل، وكل أكلة وليها كذا طريقة، وكلنا شاطرين وبنعرف نعمل أكل، بس احنا بنشارك بعض بس أكلاتنا في اليوم وخلاص. تمام كده حبايب قلبي. هنا بقى كنت خلاص البيض اتسلق بقى وقشرت، قلت ايه، ولادي ما بيحبوش البيض كده ابدا، لازم اديله تحميرة. بحمره في سمنة او في زيت. وبدأت اكمل بقى الطبق السلطة زي ما حضراتكم شايفين كده. غدا ما اخدتش مني اي وقت خالص، ولا مجهود ولا مواعين في المطبخ مكركبة بقى، ونقوم نشوف المطبخ المكركب بتاعنا كالعادة، ولا اي حاجة خالص. وهو يوم، وانتوا عارفين الغلا اللي احنا فيه والوقت الزمن اللي احنا فيه ده، اي حاجة ومشي بيها يومك واي حاجة ومشي بيها بيتك، والحمد لله وربنا يديمها علينا نعمة. هنا بقى كانت بتتحمر معانا وخلاص بقى، بدأت معايا كام جزرة كان، يعني جزرة كده صغيرة، بدأت برضك أقطعها على السلطة.
عفوا اخواتي، البرد بصراحة مش مخلي خالص، البرد مش مخلي. كده خلاص بقى الغدوة بتاعتنا الجميلة كده خلصت. بصوا ما شاء الله الرز مفلفل وجميل، وبصوا بحب الرز ده جدا جدا، وطبق السلطة والبيض معانا. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، متنسونوش في لايك وشير وسبسكرايب لأم آية، واشوفكم على خير في يوم جديد وروتين جديد وأكلات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.